هلو يا جماعه، انا شيمي. لو كنتم اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا متابعه للقناه ولايك، وخلونا نبدا في فيديو النهارده. فيديو النهارده هيبقى اول سلسله في القناه بتاعتي عن الكي دراما، والنهارده انا اخترت لكم افضل الكي دراما المدرسيه تحديدا عشان ده نوعي المفضل من الكي دراما. وحرفيا انا بعشق اي مسلسل يكون فيه جو المدارس، جو الجامعه، جو الشباب. انا بحب قوي الانواع دي من المسلسلات. فانا النهارده اخترت لكم افضل المسلسلات اللي عدت عليا عموما، سواء قديمه او جديده، واخدت قلبي. طبعا هما مش بالترتيب لان مفيش اوحش واحد وافضل واحد، هما كلهم حلوين حرفيا. ففي الفيديو النهارده هقول لكم المسلسل، وهقول لكم نوعه، وهقول لكم عدد الحلقات بتاعته، وهقول لكم هو سنه كام، وعن ابطاله كمان هقول لكم اسمه بالعربي وبالانجلش. اول مسلسل اسمه نايت هاز كم، او لقد حل الليل، ده اسمه بالعربي. المسلسل 12 حلقه. نوعه هو غموض ورعب مدرسي، وسنه 2023. بصوا، هو المسلسل ده ابطاله كتير، فانا مش حافظه كل الممثلين، يعني مش حافظه اسامي كل الممثلين، فانا كاتباهم في ورقه فهقراها لكم عشان برضو ما بقاش اتلخبطت في اسم حد. وكمان هعرض لكم صوره الممثل هنا او هنا، يعني على حسب. الابطال لي جي ان، وكيم وو سوك، وتشوي ييبين، وتشاو مين، وديهو، وسوري. طيب، انا المسلسل ده اتكلمت عنه عندي في الانستا، وان هو من افضل المسلسلات اللي عدت عليا، فانا هحكي لكم قصته عن لعبه اسمها مافيا. المهم ان في رحله من الطلاب الثانوي طبعا راحوا رحله، فالرحله دي هتتحول لكابوس من خلال ان هم فجاه هيلاقوا نفسهم بيلعبوا لعبه اسمها مافيا. لازم يعرفوا الجاسوس فيها، او لازم يعرفوا الشخص اللي هو المفروض لقبه مافيا قبل ما هو يقتلهم. اللعبة بتكون فيها ناس من المافيا، وفيها ناس من الشرطيين، وفيها ناس أطباء. المفروض ان الشرطيين والأطباء دول بيساعدوا الناس اللي هم العاديين عشان يلاقوا مين المافيا ويحددوه قبل ما هو يقتلهم. المسلسل ده كله أحداث مأساوية حرفيا. بيربط ما بين الصداقة، وان انت لازم تنافس صديقك ده، او ان انت لازم تقتل صاحبك، او اللي انت يعني او الشخص العزيز عليك، عشان مجرد ان انت تفوز او ان انت تعيش. فبجد احداثه كانت مأساوية جدا. انا يعني حرفيا دموعي خلصت بسبب المسلسل ده. هو مش مجرد مسلسل مدرسي بس وخلاص وفيه علاقات حب ومش عارف، لا، هو بيتكلم عن كمان الصداقة ازاي قوية، وان هم يثقوا في بعض، مش مجرد ان احنا نبقى صحاب وخلاص. لا، ده هو كمان بيورينا ان ازاي الصحاب ممكن ان هم يثقوا في بعض قوي، وان هم في الاخر بيحاربوا ضد الموت عشان كلهم يعيشوا ومحدش فيهم يموت. فبجد المسلسل ده من افضل المسلسلات اللي نزلت في 2023. المسلسل اللي بعد كده اسمه سيرب او سايسي جو، بالمعنى العربي ابتهجي او تشجع. نوع المسلسل ده مدرسي طبعا زي ما احنا عارفين، ورياضي وشبابي ورومانسي كمان. عدد الحلقات 12 حلقة، ونزل سنة 2015. في ناس ما بتحبش المسلسلات القديمة، بس حرفيا انا جايه لكم من الماضي وبقول لكم ان احلى المسلسلات اللي اتعملت هي المسلسلات القديمة. تقريبا المفروض جايه لكم من المستقبل، ما اعرفش بس حرفيا افضل المسلسلات اتعملت هي المسلسلات القديمه، او اللي هي من سنه 2014 لحد 2018 كده. الابطال جونج يون جي، دي ايدول لو حد يعرفها، ولي يون كيون، وتشي سوبين، وكيم جيسو، وتشا كيون. المسلسل ده عباره عن فريق تشجيع مدرسي بيواجه صعوبات ومشاكل في ان هو يفضل صامد وناجح كفريق تشجيع، بس للأسف في ظل بيئة تعليمية قاسية جدا وتنافسية جدا. المسلسل ده كل واحد عنده قصة مختلفة بيناقشها. فانا مش هحرق لكم ايه قصص الابطال طبعا، لان لو قعدنا نتكلم فيها هناخد وقت طويل قوي. بس برغم اختلاف قصصهم، الا ان هم بيربطهم فريق التشجيع ده قوي، وهو عندهم حاجه مهمه جدا. فهيورينا المسلسل ازاي ان هم هيتغلبوا على الصعوبات دي، وهيفضلوا متماسكين كفريق عشان يقدروا ان هم ينجحوا الفريق ده، وان هو يفضل مكمل لسنين بعد كده. بيورينا بقى ازاي ان احنا لو تمسكنا بحاجة وقدرنا ان احنا نعملها ونكمل فيها، ان هي ممكن تنجح بعدين. المسلسل اللي بعد كده اسمه بيتش اند ريتش، السرية والسيئة. المسلسل ده 10 حلقات، واخراج 2023. المسلسل درامي ومدرسي طبعا، وفيه اثارة وشوية تشويق كده حلوين قوي. الابطال ييري بنت ريد فيلفت، لو حد عارفها هي برضه ايدول وممثلة، ويون سيم، ولي جونج هيوك، ويو جونج هو. قصة المسلسل ده بتتكلم عن بنت فقيرة جدا بتشهد في يوم من الأيام على جريمة قتل حصلت في مدرسة للأثرياء. المهم إن بطريقة ما البنت دي هتتنقل من مدرستها اللي هي فيها، وهتروح المدرسة بتاعة الأثرياء دي. والمفروض إن جريمة القتل اللي حصلت قدام البنت الفقيرة دي هي الوحيدة الشاهدة عليها.
فهنكتشف بعدين بطريقة ما ان هي اتنقلت من مدرستها للمدرسة بتاعت الأثرياء دي عشان تكتشف مين القاتل. هي شاكة في حد واحد ولكن هي برضو مش متأكدة. فهنشوف صراع بقى ما بين البطلتين دول، اللي هي البطلة الفقيرة مع البطلة الثرية اللي البنت الفقيرة شاكة فيها ان هي اللي هتبقى القاتلة. فالبنت الثرية دي هي المتنمرة والبنت الفقيرة دي هي اللي هيتم التنمر عليها. بس الميزة بقى ايه في المسلسل ده؟ ان البنت الفقيرة مش شخصيتها ضعيفة. بمعنى ان دايما احنا متعودين ان في المسلسلات عموما ان الشخص اللي بيتنمروا عليه ده بيبقى دايما ضعيف الشخصيه ومش بيعرف ياخد حقه. بس لا، هنا هم قلبوا الايه خالص، خلوا ان البنت الفقيره دي اللي هي بيتنمروا عليها شخصيتها قويه، بتعرف تاخد حقها في ساعتها. يعني بترد، يعني مثلا تاخد الضربه تردها ضربتين. فبجد دي اكتر حاجه عجبتني في المسلسل ده. المهم بقى ان هي هتبقى شاكه في البنت السريه دي لاسباب تانية هتعرفوها في المسلسل طبعا عشان مش هحرق عليكم. بس مع الوقت الأحداث هتبدأ تتغير وهتبدأ تكتشف حاجات تانية، وهتبدأ رحلتها في إن هي تثبت مين اللي قتل أو مين السبب في جريمة القتل اللي حصلت في المدرسة. المسلسل اللي بعد كده اسمه هاي سكول لاف اون، وبالعربي المدرسة الثانوية بدء الحب. المسلسل ده 2014. معتقدش إن في ناس كتير هتبقى عارفاه، بس هو حرفيا تحفة قوي وبسيط ويشدك كده في كل أحداثه، وفكرته جديدة. وتقريبا كان هو أول مسلسل بنفس القصة دي يتنشر في الكي دراما او يعني يتبنوا فكرته ويعملوها في الكي دراما، لان طبعا بعد كده حصلت كتير الفكره دي. فهي تقريبا دي كانت اول فكره او كان اول مره ينتجوا فيها مسلسل بنفس الفكره دي. طيب نوع المسلسل هو كوميدي ومدرسي طبعا وخيالي شويه، هو خيالي جدا مش شويه اصلا، ورومانسي. وعدد الحلقات هم 20 حلقه. ابطال في المسلسل ده اسمهم الحقيقي شبه بالظبط اسمهم اللي في المسلسل، يعني مش هتلاقوا اختلاف كتير. طيب ابطال المسلسل هم كيم سيرون ونام وو هيون ولي سونج يول. المسلسل بيتكلم عن ان ملاك هتتحول لانسانه عشان تنقذ طالب المفروض ان هو في خطر. المهم ان بطلتنا دي المفروض اللي هي ملاك هتحمي البطل اللي هو هيون وو، ده اسمه في المسلسل على فكره. واللي المفروض ان هو بيعيش مع جدته وهو اشطر حد في المدرسه وبقى الوسيم اللي كل البنات بتحبه، وان هو عنده قدره في الغناء حلوه، يعني صوته حلو بقى وبيغني وجذاب وكده. فالمفروض ان المسلسل كله بيتكلم عن انها ازاي هتقدر تحميه وازاي هتقدر تتاقلم مع الحياه البشريه اللي هي اصلا ما تعرفش عنها حاجه، وازاي كمان هتقدر تنجح في مهمتها دي ان هي تحميه ولا هو اللي هيحميها. فزي ما قلت لكم ان المسلسل ده يعتبر اول مسلسل اتكلم عن ملاك يتحول لانسان. واصلا المسلسل ده ساعتها هو نجح جدا وعمل ضجة كبيرة جدا جدا، لانه كان بالنسبة لهم في وقتها حاجة مختلفة، ومن بعدها فتح مجال لمسلسلات كتير ان هي تنتج نفس الفكرة بالظبط. اخر مسلسل معانا، المسلسل ده انا واثقة ان مفيش حد يعرفه تقريبا غيري وكم حد كده. المسلسل ده مظلوم بطريقة مش طبيعية. اول مرة في حياتي يعني شفت كده درامات كتير قوي، بس اول مره اشوف مسلسل بالفكره دي او بالطريقه دي او بالتمثيل ده. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده بجد؟ اسم المسلسل مورين سكول، مدرسه مورين. المسلسل 16 حلقه وانتاج 2016. المسلسل نوع مدرسي طبعا، واكشن ودراما ورومانسي. الابطال هم لي هيون وو وسيو ييجي ولي هونج بين وكمان جونج يوجين. الابطال اصلا يعني يكفي الابطال بجد. المسلسل ده بالذات يكفي الابطال، يكفي كده ان هيون هو اصلا موجود، دي لوحدها تكفي. قصة المسلسل ده عبارة عن مدرسة طبعا، بس مدرسة مش بيدخلها اي حد، الناس اللي عندها قدرة خارقة او مش خارقة بمعنى خارقة لان هو مش خيالي، الناس اللي عندها قدرة في حاجة معينة، سواء بقى ضرب النار، سواء ضرب اللي هو بالسهم ده، معرفش اسمه ايه، مش عارفه اسمها ايه الرياضه دي، الهارو تقريبا، هيرو، مش عارفه اسمها ايه بالظبط. مثلا قدره في السمع، قدره ان هو يعمل حاجه معينه كده، يعني قدرات كتير. والمدرسه دي نظام تعليمهم مش اكاديمي خالص، يعني مش بورقه وقلم او مش تعليم زي اللي احنا بنتعلمه، لا هو تعليم معين بينموا فيه قدرات الشخص ده على ان هو يبقى عنده، يعني القدرة اللي عنده دي هما بينموها اكتر. فالمهم ان البطل اللي هو هيون وو طبعا ده هيروح للمدرسة دي، هو ما يعرفش اصلا هي فيها ايه ولا بيدرسوا فيها ايه، يعني هو هيروح يستكشف وهيخلينا نستكشف معاه، يعني بسببه احنا هنستكشف في المدرسة دي فيها ايه. المفروض ان هيون وو البطل بتاعنا ده نجم ايدول ومشهور وكل الناس بتحبه ومعروف جدا،
هيتعرض لحادثة معينة وهيصيب فيها شخص ما، بس الحادثة دي مسببه له أذى، فوالده اللي هو باباه هيوديه المدرسة دي عشان يعالجوا المشكلة اللي عنده. فزي ما قلت لكم ان هو يخلينا نكتشف حاجات عن المدرسة دي غامضة جدا، قصص كتير، وكل بطل في المدرسة دي عنده قصة معينة. طبعا برضو لو اتكلمت فيها هحرق لكم اصلا المسلسل وهنضيع وقت كبير قوي. فانتوا لازم تستكشفوا بجد بنفسكم مع هيون وو. للناس الجداد اللي لسه ما شافوش المسلسل اصلا، لازم بجد يا جماعه تستكشفوا كل حاجه في المسلسل وكل حاجه في المدرسه، لان بجد الدراما دي تحفه 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 تحفه. فالمهم هيعرف بقى ان المدرسة دي مش بس بتعتمد على الدرجات وعلى الورق وعلى الامتحانات، لا هي بتعتمد على تنمية القدرات، وكمان ان هم ازاي يحسنوا من قدراتهم دي في ان هم يستعملوها في الخير مش في الشر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واول سلسلة عندي في القناة، وهي افضل المسلسلات المدرسية. طبعا هعمل لكم سلسلات كتير قوي، هعمل لكم سلاسل كتير قوي. اكتبوا لي بقى في الكومنتات طبعا ايه اكتر مسلسل انتوا شفتوه في المسلسلات اللي انا عرضتها دي وفعلا عجبكم وتعلقتوا بيه جدا. واكتبوا لي برضو نوعكم المفضل من المسلسلات ايه، سواء رومانسي، اكشن، خيالي، مدرسي، شبابي، اي حاجه اكتبوا لي برضو تحت. وكمان اقترحوا عليا فيديوهات جديده، واقترحوا عليا كمان انواع تانية معينه من الفيديوهات لو انتوا حابين طبعا. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام بتاعي وكمان على التيك توك بتاعي، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وكمان تكتبوا لي كومنت لطيف تحت يشجعني ان انا اكمل. وبس اشوفكم في فيديو جديد، باي.